اهلا وسهلا بكم متابعينا الكرام، منورين القناه بتاعتنا الجديده الخاصه بالاكل مع شيف دينا ابو الفتوح. النهارده هنعمل قرص طريه فلاحي. معايا المكونات بتاعت النهارده 3 معالق من السمنه البلدي الاصليه، وهحط عليهم معلقتين من الزيت، ومعايا كده 4 كوبايات من الدقيق، وهحط ربع كوبايه من اللبن البودر. طبعا القرص الفلاحي الاصليه دايما يتحط عليها اللبن الجاموسي العادي، ولكن لو متوفر عندك اللبن البودر مفيش مشكله خالص، يعني اي نوع لبن هينفع في القرص بتاعت النهارده. اهم حاجه ان الاصل بتاعها هو السمنه البلدي الجميله جدا دي، هي اللي بتديها الريحه والطعم اللي انتوا بتدوقوه لو انتوا عندكم قرايب من البلاد اللي هي الجميله الارياف، فهتلاقي الطعم بتاعها مختلف تماما عن شغل الافران والحاجات اللي احنا اتعودنا عليها مؤخرا. زي ما انتوا شايفين كده الخطوه دي مهمه جدا جدا، ان انتي تبسي الدقيق بتاعك مع السمنه بالشكل ده كده. وبعد كده هنزل بمعلقه ونص من الخميره. تقدري تستعملي اي نوع خميره يعجبك، وفي نوع خميره حلو جدا ان شاء الله هسيب لكم كده اسمه علشان تجيبوه على طول، بيعمل نتيجه كويسه قوي في العجن. شايفين كده الخطوه دي، قلبت الخميره كويس. بعد كده هنشوف هنعمل ايه في العجينه الجميله النهارده. القرص ديت يعني من اروع الوصفات الجميله جدا. طبعا علشان انا حطيت لبن بودر، فهحط طبعا ميه، مش هعجن باي لبن تاني خلاص. نقلب الخلطة دي كده على بعضها وهعجنها، وهتشوفيها معايا دلوقتي. في خطوة مهمة جدا حابة ان انتي تعرفيها في العجين بتاع القرص الفلاحي دي. الخطوة ان هي تكون معاكي بتلزق شوية بالشكل ده كده في ايديكي علشان تطلع معاكي طرية وحلوة قوي. هتشوفيها دلوقتي معايا ان شاء الله بعد ما بيعدي عليها ساعة كاملة في التخمير بتاعها. طبعا انا بخمرها بطريقه كده معينه في الشتاء، بحط حمام مائي تحتها علشان تختمر بسرعه. حمام المائي ده بيكون طبعا سخن مغلي علشان تختمر معايا بسرعه. زي ما انتم شايفين كده انا دلوقتي هبدا ان انا اعملها قرص صغيره بالشكل ده كده. وطبعا انا بدهن ايدي بالدقيق علشان ما تلزقش معايا وتبقى مش حلوه. شايفين كده، وبحط كده على السطح دقيق. لو انتي حابه ان انتي تفرديها كلها وبعد كده تعمليها باي شكل مدور مفيش مشكله، بس انا بحب الخطوه دي بالذات علشان بتوفر معايا شويه في العجين. مش بستنى ان انا العجين اللي انا هدرت منه ان هو يختمر تاني، فالخطوه دي بالنسبه لي اسهل واسرع بكتير جدا. زي ما انتم شايفين يعني مجرد ثانيه بتكون اتفرد بايديكي، حتى مش محتاجه نشابه. بس انا حابه انصحك نصيحه، يا ريت يا ريت ان انتي تفرديها بالنشابه افضل من ايديكي، او حتى ان انت تفردي بايديكي شويه بعد كده بالنشابه علشان ما تعملش زي تطبعات كده. طبعا بعد ما ريحتها انا بقعدها ساعه ترتاح، بعد ما بشكلها بدوائر بالشكل ده هي كده معايا ارتاحت. وبعد كده بدهنها ببيض وبحط عليها سمسم بالشكل ده، وممكن تحطي كمون، ممكن تحطي اي حاجه، حبه بركه، اي حاجه تعجبك اللي انت عايزاه خالص. دخلتها الفرن، بتقعد معايا في الفرن بالظبط اقل من ربع ساعه على نار هاديه متوسطه، وبتطلع معايا بالشكل ده. لو انتي عاوزه القرص بتاعتك تكون اعلى من كده وتكون سمكها اعلى من كده مفيش مشكله، تبع القرصه بتاعتك ما تقرصيها بتطلع معاكي طبعا تبع ما انتي عاملاها دواير كبيره دواير صغيره، فرداها قوي بالنشابه، فرداها بايدك قوي زي ما انتي عايزه اعمليها. تقدري برضو ان انتي بعد ما تقرصيها تسيبيها زي ما هي قرصه كده تختمر وتدخليها الفرن، بتطلع معاكي شبه العيش الكايزر شويه، بس بتكون مفروده اكتر علشان طبعا العجينه دي لينه ومحطوط فيها سمنه بلدي جميله ومحطوط فيها خير ربنا. ان شاء الله جربي الوصفه هتعجبك جدا، واتمنى ان انتوا لما تجربوها تسيبولي تحت في الكومنتات تقولوا لي رايكم ايه بجد بمنتهى الصراحه. وهقول لكم بديل للسمنه البلدي علشان في ناس ما عندهاش سمنه بلدي في الكومنتات تحت. ان شاء الله اشوفكم على خير، سلام عليكم.